بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي مدح حبيبه صلى الله عليه وسلم في محكم الكتاب، ووسمه بأشرف الأسماء وجميل الصفات وحسن الألقاب، وأقسم على ذلك بأدوات المعرفة حرفا وقلما وقراطيس ودواء ليقرأها ويتدبرها ويتذكرها أولو النهى والألباب. فقال عز من قائل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وصلاة ربي وسلامه على من سمع مدح الصحابة فيه فأقره، وثناء الأحبة عليه فأصره، متبعا خطى جده الخليل الذي جاء على لسانه في محكم التنزيل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد كلما مدحه المادحون وأثنى عليه المثنون، وقرأ سيرته القارئون، وسرد شمائله الساردون، وتحقق بميراثه العلماء العاملون، وفني في محبته الأولياء والمقربون، وعلى آله وصحبه إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأطيب التحية وأزكى السلام إلى شيخنا القدوة العارف الإمام سيدي محمد عبد اللطيف بالقايد، شافاه الله وعافاه ومتعنا وسائر أحبته برضاه. أنجال شيخنا الأماجد، الأساتذة الأفاضل، طلبة القرآن الكريم والعلم الشريف، أيها الحضور الكرام، كل باسمه وجميل واسمه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقف على سيرة رجل ذاعت أخباره وحفظت أشعاره وبقيت آثاره، لا لشيء إلا أنه أفنى حياته في محبة الجناب الأعظم وخدمة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، مديحا في جنابه، وصلاة وسلاما عليه وعلى آله، وذكرا لسيرته، ونصرا لملته، وبيانا لرتبته، فما ذكر اسمه إلا وصف بمداح النبي. أعني بهذا الوصف الولي الصالح والشاعر المادح والعالم العامل سيدي الأخضر بن خلوف رضي الله عنه وأرضاه، فقد أودع شعره صنوفا بديعة من مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلت على أنه فني في هذا الجناب وسقي من محبته أعذب الشراب، فأبدع في هذا السبيل أيما إبداع، وأينعت قريحته عشقا لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى بلغ منه غاية الإيناع. وأبرز عقبة اكتنفت البحث في هذا الموضوع شح المصادر والمراجع، ولولا أنه وثق هو نفسه رضي الله عنه لبعض من مشاهد حياته، وذكر اسمه وكنيته ونسبه ومشربه وقبيلته في قصائده، ما كنا لنقف على كثير من تفاصيل حياته إلا مما يتناقله الناس شفهيا جيلا بعد جيل. والسبب الرئيس في ذلك ما تعرضت له بلادنا من استثمار فرنسي عمل على طمس الهوية وإحداث القطيعة بين الأجيال والتاريخ. وها هنا نعلن الوصل مع من قطع من هذا التاريخ بالتعريف بعلماء الجزائر من رحاب الزاوية البلقائدية. ولسان حالنا يقول: إن الجزائر والتاريخ ينبئكم كانت بكل حولي العز تزدان، كانت مكرمة في الخير ناعمة، يسعى لخيرها رجل وركبان، لبت نداء إله الخلق طائعة، وقام منها لنشر الدين فرسان. فاسأل رباها، واسأل إن شئت ساحلها، واسأل قصورا بها قد عز سلطان، واسأل مساجدها، واسأل معاهدها، واسأل عن العلم تنبيك تلمسان، واسأل بجاية، واسأل كل زاوية فيها يلقن للصبيان قرآن. تهدف هذه المداخلة
إلى ذكر ترجمة لسيدي الأخضر بن خلوف رضي الله عنه، يذكر فيها كل من اسمه وكنيته ومولده ونشأته ووفاته، ويتعرض فيها لشيء من جهاده وكرامته وتحليل بعض أغراض شعره وموضوعاته. والقصد من هذا كله هو الوقوف على دلالات تأثيره في الأمة في حياته الشريفة وبعد انتقاله، والتذكير بتلك الملاحم الكبرى التي جمعت بين تبتل المحراب وضراوة الحرب، ونسج القصائد العصماء وصدق الحب، وتذوق المعاني التي فني فيها وأفنى عمره من أجلها، متمثلين قول الأول: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام رباح. يرجع نسب سيدي الأخضر بن خلوف رضي الله عنه إلى مولاي إدريس الأكبر، فهو مغراوي الميلاد والنشأة، شريف النسب والمحتد، يلتحق بجده عيسى الذي انتقل إلى الشجران من ناحية مستغانم الواقعة في الغرب الجزائري، فهو الأخضر، ويدعى كذلك بلكحل ابن عبد الله ابن خلوف ابن عبد الله ابن عمران ابن صفوان ابن ياسر ابن موسى ابن سليمان ابن عيسى ابن إدريس الأصغر ابن إدريس الأكبر ابن سيدنا عبد الله الكامل ابن سيدنا الحسن السبط ابن سيدنا علي والسيدة فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمه كلة، وقيل اسمها خولة بنت سيد يعقوب الشريف دفين جبال الظهرة من ناحية شلف. وأشار إلى شرف نسبه في قصيدة له يقول فيها: الله يرحم قائل الأبيات لكحل واسم باباه عبد الله، المشهور أصله في لنعات، المغراوي جد رسول الله، أمه جات من القرشيات، اليعقوبية للا كلا. وفي تسميته لكحل روايات مختلفة، فمنهم من قال أنها جاءت تبركا باسم الولي الصالح سيدي محمد لكحل رحمه الله تعالى، إذ أن أمه لم ترزق بالولد بعد أمد طويل، وتضرعت إلى الله بالدعاء، فرأت في الرؤيا أنها تتمنطق بحزام أخضر مرصع بقطع ذهبية، فزارت الولي الصالح سيدي محمد لكحل وروت له الرؤيا، فعبرها لها بالولد الصالح وبشرها به، فسمت ابنها الأخضر نسبة إلى الحزام الأخضر الذي رأته في الرؤيا، ولكحل نسبة إلى سيدي محمد لكحل رضي الله عنه. وهذا ما أشار إليه واصفا حال أمه، قال: دعات الكريم المولى، رفعت كفوفها للحي القهار، ودعات مدعى والرسلة، إشارة إلى سيدنا زكريا وسيدنا إبراهيم، ودعات مدعى والرسلة ما خاب ظنها مرفوعة الأقدار. وهناك رواية أخرى تقرر بأن سبب تسميته بلكحل أنه كان وحيد أمه الذي سمته الأخضر، وخشية العين الحاسدة سمته لكحل. وفي قصائده تردد ذكر اسمه بين الأخضر ولكحل والخلوف نسبة إلى قبيلته أولاد خلوف، حيث يقول في إحدى قصائده: الأخضر ولد الخلوف المكنى لكحل، والكنية ما هي حرام سماني جدي. وقال رحمه الله في قصيدة أخرى مخاطبا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: روحي في الجنة شاهدك والملائكة وقوفي، والحوراء تقول شاعرك لكحل وجد الخلوفي. نشأ سيدي الأخضر بخلوف رضي الله عنه في ناحية من جبال مغراوة الجزائرية، في وسط كريم مشهور بالخصال العربية والإسلامية، ولا توجد معلومات دقيقة عن تاريخ ميلاده رضي الله عنه بالضبط، فقد رجح المؤرخون أنه ولد في أواخر القرن الثامن الهجري الموافق للقرن الخامس عشر ميلادي. وما يقربنا إلى الوقوف على ميلاده ما وثق به هو نفسه في إحدى قصائده المعروفة بالوصية، والتي يقول فيها: من القرن الثامن عديت سنين وزايع، والأيام ماضية والحاسب محسوب، تميت بهمة القرشي، القرن التاسع والفلك ينثنى والجالب مجلوب، نحمد الإله على دين الشافع سيد المهاجرين مفرج الكروب. وهو بذلك يستوفي القرن التاسع كله، ليتوفاه الله في أوائل القرن العاشر الهجري بعدما عمر طويلا أكثر من 125 سنة. تزوج سيدي الأخضر بن خلوف قدس الله سره من للا قنو رضي الله عنها، وقيل اسمها غنو،
وهي ابنة الولي الصالح سيدي عفيف الشريف رضي الله عنه، دافين منطقة الشواشي شرق مدينة مستغانم، وقد رزق منها 4 أبناء، وهم أحمد ومحمد وبالقاسم والحبيب، وبنتا واحدة اسمها حفصة. والملاحظ على أسماء أبناء سيدي الخضر بخلوف أنها أسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إشارة ورمزية كبرى إلى تعلقه بهذا الجناب الأعظم والفناء فيه. وفي هذا المعنى يقول: يا محمد عليك سميت أولادي، بالقاسم والحبيب هما ولاعة، أحمد ومحمد ذخيرتي وزادي، بهم منفوز في نهار الشفاعة، وبنيتي حفصة نعمة من كبادي، ربيت الولف عليها من الرضاعة. وقسم سيدي الأخضر مخلوف حياته إلى قسمين: القسم الأول من مولده إلى سن 40، والقسم الثاني من سن 40 إلى وفاته، حيث يقول في هذا الشأن: جوزت 125 سنة حساب، وزدت من وراء سني 6 شهور، منهم مشات 40 سنة مثل السراب، وما بقى مشى في مدح المبرور. فالمرحلة الأولى التي هي 40 سنة الأولى من حياته تتلخص في أمور: أولها حفظه للقرآن الكريم، وطلبه للعلم الشريف، وجهاده في سبيل الله ردا على العدوان الإسباني الذي كان في زمانه. أما حفظه للقرآن الكريم فقد كان في صغره، فتعلمه عند كل من سيدي محمد الكحل وسيدي بوحية رحمهم الله تعالى، وظهرت علامات النجابة والخصوصية عليه منذ صغره. فمن القصص المشهورة عنه أنه أتت به أمه للشيخ سيدي محمد الكحل ليحفظ القرآن الكريم، ولكن بعد فترة قصيرة أمر بتسريحه بعد أن رأى من أمره العجب، إذ أنه كلما أراد أن يسلك له اللوحة وجدها مسلوكة، فتتبع أمره فكاشفه الله بحاله، فوجد الشجر والحجر والحيوان يفسحون له الطريق ويقولون: افتحوا الطريق لمادح رسول الله. فلما استفسرت أمه عن سبب التسريح قال لها: الشيخ ما يقري الشيخ، وأكمل حفظ القرآن عند سيدي بوحية المدفون بالقرب منه بدوار ولاد غازي بمدينة سيدي الخضر. بعد ذلك انتقل إلى بلدة مزغران بالقرب من مدينة مستغانم قصد طلب العلم، فتتلمذ عند كل من سيدي بالقاسم بوعسرية وسيدي منصور وغيرهما من علماء المنطقة. وفي هذه الفترة وفي فترة وجوده بمزغران خالط الأتراك، فرأوا فيه الأمانة والشجاعة، وهو في سن 17 من عمره، فانضم إلى الجيش في عهد السلطان خير الدين بربروس. وتزامنت هذه الفترة مع الغزو الإسباني على السواحل الجزائرية، وله قصيدتان روى فيهما وقائع المعركة التي خاضها ضد الإسبان. القصيدة الأولى سميت بقصة شرشال، ويروي فيها مسيرة الجيش ما بين الجزائر إلى مستغانم ومزغران، حيث مر على كل من البليدة والأصنام ومقام سيدي عابد وضريح سيدي أبو عبد الله بالقرب من مدينة ودرهو غرب غليزان، حيث يقول فيها: شاب راسي من لوعة أو من قوة ليعة الحمال، مسطرين الفرسان ماشية وجاية، والخلوف يناده ويسايس في الأبطال، والعرب بالسنجاق والقوم غازية، في جبل شرشال حطينا القتال، الحق في ذاك اليوم أمم باكية. والمهمة التي أوكلت إليه رضي الله عنه من السلطان التركي خير الدين بربروس هو توحيد القبائل العربية وتحريضها على الجهاد في سبيل الله، كما أوكلت إليه مهمة حمل الرسائل وتقصي الأخبار من الظهرة إلى الجزائر المحروسة، حيث يقول في هذا المقام: 20,000 عربي كنا مقاتلة، منهم القائد والوزير والحكيم، حتى شوار المرجى والناس جافلة، مقام سيدي أبو عبد الله الوالي الزعيم، تبعونا شلة الكفار الهاملة، ابقى السيف شالي والحرب والصديم. ومما يؤيد دوره رضي الله عنه في الانتصار في هذه المعركة ما أخبر به رضي الله عنه في هذه القصيدة من عدد الجنود الذين جندلهم بسيفه في هذه المعركة، حيث قتل 150 كافرا لوحده. ما صار في ذاك اليوم في المجاهدة، كل فارس ملتهي في دمه يعوم، 150 كافر والناس شاهدة، قتلتها من شظات ثراية الروم.
وشنضاد هذا كان أمير جيش الأمير الذي كان على جيش الإسبان. أما القصيدة الثانية فهي القصيدة التي أرخ فيها لمعركة مزغران، والتي يقول فيها: يا فارس من ثم جيت اليوم، عيد أخبار الصح معلومة، يا عجلان ريض الملجوم، ريت جنود الشوم ملمومة، يا سائلني على طراد الروم، قصة مزغران معلومة. شارك سيدي الأخضر مخلوف رضي الله عنه في هذه المعركة التي شنتها القيادة العثمانية ضد الإسبان، والتي وقعت في 26 من أوت 1558 ميلادية، حيث دخلت القوات الإسبانية مدينة مزغران وحطمت بوابتها الضخمة لتنحت من حجاراتها مقذوفات لمدفعيتها. وكان ذلك الدخول في 22 من أوت من نفس السنة. واشتبكت مع قوات المجاهدين غرب ضاحية مستغانم، وأعلن الكوديت النفير العام عند مطلع الفجر من 23 من أوت، وأصبحت المدينة كلها ساحة للحرب، ووصل القتال إلى مرحلة حرجة بالنسبة للمجاهدين، إلى أن وصل جيش الجزائر بقيادة حسن خير الدين، وبمجرد وصوله ودخوله للمعركة كان الصدام عنيفا، فما غربت شمس ذلك اليوم حتى تم إبعاد الإسبانيين إلى ما وراء أسوار المدينة. وصف سيدي الأخضر مخلوف رضي الله عنه تفاصيل هذه المعركة وما حدث لهم من حوار مع السلطان التركي في تلك الفترة، وكيف حفزوه لمواجهة الإسبان، وأكدوا له أن العقيدة التي يجب أن تبقى في هذا البلد هي عقيدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول في هذا المقام: جاءوا شيوخ سويد للسلطان وفيهم أبو بكر ومحمد، قالوا: يا أمير لا تليان، لا دين إلا دين محمد. أما الشطر الثاني من حياة سيدي الأخضر مخلوف رضي الله عنه فإنه مختلف عن الأول، وهو ما بعد 40 من عمره إلى وفاته، والذي دخل فيه طورا آخر من حيث المعرفة والسلوك، وقضى فيه أكثر من 85 عاما في الذكر والعبادة ومدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد مرور 50 عاما من عمره رضي الله عنه أكرمه الله بمعرفة من يأخذ بيده، فقد رأى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يأذن له بزيارة ضريح شيخ الشيوخ سيد أبي مدين الغوث رضي الله عنه وأرضاه دفين تلمسان، فتوجه إليه وكتب قصيدة الأمانة التي روى فيها أحداث تلك الرحلة بالتفصيل، حيث يقول فيها: أسعدي وفرحتي من بومدين المغيث جبت الأمانة، بها وفيت حاجتي، من بعد 50 عام وأنا نستنى، سعيت بروح راحتي، محمد الفضيل مفتاح الجنة. وحكى رضي الله عنه أنه دخل تلمسان بيوم الجمعة وقضى الليل في جبل أحنيف يتعبد ويذكر الله تبارك وتعالى بسبحته حتى بزغت عليه شمس النهار، وكان قد أدى فرضه وسنته، ثم انطلق إلى العباد، وهنالك سمع نداء سيد أبي مدين الغوث، وحدث اللقاء الروحي بينهما، وأخذ العهد عليه، وطال الحوار بينهما إلى أن بشره سيد أبو مدين بانقضاء حاجته وأخذ أمانته، وقد طبع عليها 120 وليا صالحا ليتم الختام بالختم المحمدي على صاحبه أزكى الصلاة وأزكى التسليم. وفي الحوار الذي دار بينهما يقول: بتنا مذاكرين الليل وما طال على دين النبي أحمد طه المبرور، قال: أنا أبو مدين أصلي من الفضال في الأندلس، همتي فيها مذكور، قلت أنا بن خلوف مداح المرسال، هاويني بالحديث يا مصباح النور. وفي القصيدة نفسها عدد الأولياء الذين زار أضرحتهم حينما قفل راجعا من تلمسان إلى مستغانم، فعرج على وهران وزار ضريح سيدي محمد بن عمر الهواري رضي الله عنه وأرضاه، ثم طاف على على الأولياء المدفونين بمستغانم، فزار كلا من سيدي سعيد البوزيدي
وسيدي عبد الله دفين حي المطمر، وسيدي بخرشوش، وسيدي معزوز البحري، وسيدي البايبوش لاغم، ومقام سيدي حمادوش، وسيدي بالقاسم بوعسرية، وسيدي الحراق، وسيدي منصور. وبعد ذلك تفرغ سيدي الأخضر بن خلوف للعبادة والذكر ومدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لسيدي الأخضر بن خلوف مكان يتعبد فيه يسمى بخيمة الشعر، والتي نظم فيها معظم قصائده فيها، وحدث له فيها كثير من الكرامات والمشاهدات، أعظمها رؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما، والتي بلغت عدتها 99 رؤيا، حيث يقول 99 رؤيا والعاطي ما زال يعطي. وقال فيها في خيمة الشعر: يا فهمة جازرني ظريف المبسم، النور بين بعد الظلمة، الشعاع والبهاء والعظلم. ويقول أيضا: نري الأهل العقول سري ما نجحد، جميع اللي نظرته واجب نهضر به، الملقى الأولى بسيدي محمد صاحب التاج واللواء أسعدي به، عند صلاة العشاء كنت أنا ساجد حتى نظرت الفضيل صلى الله عليه. يعتبر الشعر الملحون في شقه الديني من أبرز الوسائل التي اتخذها بعض العلماء لتوصيل حقائق الدين لعامة الناس، والقصد من ذلك أن تصير هذه الحقائق ثقافة عامة يستوعبها عامة الناس من خلال لغة سهلة وبسيطة توصلهم إلى المقصود من أقصر طريق، فتثبت عقائدهم وتصلح أخلاقهم وتصحح عباداتهم. وهذا السبيل هو الذي انتهجه سيدي الأخضر بن خلوف رضي الله عنه، فقصد إلى الوسيلة العظمى والسبب المنجي في الدنيا والآخرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمدحه ونشر سيرته وبث محبته، وكتب الله لقصائده القبول في الأمة بمختلف طبقاتها خاصها وعامها، وترنمت بها أصوات المنشدين والمسمعين، وتذوقتها قرائح العلماء والذاكرين، فأضحت ثقافة شعبية يستأنس بها وتستحضر في مختلف المناسبات. وحينما نتكلم عن الموضوع البارز في شعر سيدي الأخضر بن خلوف رضي الله عنه، نجد موضوع المدح في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الموضوع الأبرز من كل المواضيع التي تناولها رضي الله عنه، وتطرق بعد ذلك لمواضيع أخرى كالتاريخ والزهد والتصوف والوعظ وحتى تحقيق المسائل العلمية. والباعث من ذكرها في أغلب الأحيان يكون خادما للموضوع الأبرز، ألا وهو مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرض سيدي الأخضر بن خلوف رضي الله عنه لمختلف علوم السيرة النبوية الشريفة من الفضائل والشمائل والخصائص والدلائل المتعلقة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مازجا سردها بعقيدة التعظيم فيه، ومعطرا ذكرها بالصلاة والسلام عليه. فيقول رحمه الله تعالى: صلى الله عليك يا مضلل بالغمامة، يا مولاي أحمد شفيع عرب المعاصي، يا عز الأرمال، يكفي لليتامى، يا فكاك المذنبين يوم القصاص، صلى الله عليك يا كريم الكرامة، يا مفتاح الخير يا غني كل ساسي، صلى الله عليك يا عظيم الشمايل، يا من لك هم إلا هم الشفاعة، صلى الله عليك يا خير الوسائل، وعلى آلك في كل حين وساعة، يا ترياق السم، يا طبيب العلايل، يا محاق الغل والغش والبداعة. ومما سمعناه من أحد أنجال شيخنا حفظهم الله بأن سيدنا الشيخ سيدي محمد بالقايد قدس الله سره كان مما يعجبه كثيرا من شعر سيدي الأخضر بن خلوف رضي الله عنه قوله: نحتاجوك الهيه وهنا يا من بك الساس مبني. فيعجب سيدنا الشيخ قدس الله سره من جمع هذا المعنى العظيم في عبارة موجزة بسيطة من غير تكلف ولا تعسف، حيث يبين هذا البيت بأن الحاجة لسيدنا صلى الله عليه وسلم حاصلة في جميع الأحوال دنيا وأخرى، وتوسلنا وصلتنا وتشفعنا به حاصل في الدنيا والآخرة، لأن الإيمان به ومحبته واتباع شريعته هو أساس النجاة في الدنيا والآخرة، يا من به الساس مبني. وإذا ما رجعنا إلى تفسير قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، وجدنا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: الوسيلة هي الحاجة. فتعبير سيدي الأخضر
بن خلوف بلفظ الاحتياج له صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة تعبير دقيق نابع عن علم وبصيرة، فلا عجب ولا غرو أن يقف عند هذه العبارة سيدنا الشيخ قدس الله سره مبينا عظيم مقصودها وعمق معناها. ومما يميز شعره رضي الله عنه أنه يخاطب الذات المحمدية بصيغة الحاضر المخاطب، مستصحبا خطاب المصلي في تشهده وهو يقول: السلام عليك أيها النبي، وهو يقول رضي الله عنه: يا محمد، هاي سيدي صلى الله عليك لبدا، يا محمد ها العربي مع الزكية عين الوحدة. وهنا يشير إلى أن محبته صلى الله عليه وسلم والفناء فيه يقتضي حضوره في القلب واستلهامه في كل وقت وحين، واتباع شريعته وتمثل أخلاقه والعمل بسنته حتى يصير أحب من النفس والأهل والولد والوالد، وأن يكون العين الواحدة الوحيدة التي نرى من خلالها كل شيء. ويقول في هذا الباب أيضا: لو كان لكوان جبال يقال فيك أنت الربوة، ولو كان لكوان جمال يقال فيك أنت الذروة، ولو كان لكوان أعمال يقال فيك أنت العلوة، ولو كانت لكوان شهد مفروز ما مثلك شهدة، من صاب لي منه مثلد نقول بسم الله ونبدأ. إن الناظر في المعاني التي تناولها سيدي الأخضر بن خلوف رضي الله عنه يجد الرجل على قدم راسخة من العلم ومرتبة عالية من التحقيق فيه، فاستعماله لكل من مصطلحات العقل والنقل والظاهر والباطن والسنة والمشهور والنفي والإثبات والماضي والمضارع في أشعاره يدل على أنه عالم متفنن متقن. ففي علم التوحيد مثلا أتى بكلام في فضل لا إله إلا الله وافق فيه قول المحققين من الصالحين وعلماء الكلام العاملين، فقال رضي الله عنه: لا إله إلا الله بالنفي والثبات، الثبات إلى الله والنفي للغير، لا إله إلا الله توحيد هابيات في ضمير المريد المستجير، لا إله إلا الله ما دامت الحياة نذكر اسم القادر المقتدر، لا إله إلا الله من سرها غرام جالبه للخلوة سلب عقولها تمتجج في الجسد والروح والعظام نافية شغل الدنيا وجميع أموالها. وهذا الكلام على بساطة لغته له أصول في علم الكلام وعمق عند أهل السلوك، بل هو ما أشار إليه إسماعيل الحقي رحمه الله تعالى حين قال: كلمة التوحيد مركبة من النفي والإثبات، فبنفي ما سوى المعبود وإثبات ما هو مقصود يصل الموحد إلى كمال الشهود. وقال الإمام السنوسي رضي الله عنه وهو يحث على ذكر لا إله إلا الله: فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضرا لما احتوت عليه من عقائد الإيمان حتى تمتزج مع معناها بلحمه ودمه، فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء الله ما لا يدخل تحت حصر. كما حقق رضي الله عنه مسائل أخرى في العقيدة كوجوب المعرفة وعدد الأنبياء والمرسلين عليهم السلام وشروط التوبة وغيرها من المسائل بجمل بسيطة من الملحون يستوعبها العام والخاص من غير أن يخل بتفاصيل المسألة. وإن مما هو معلوم أن سيدي محمد بن سعيد البصيري رضي الله عنه فصل في عقائد اليهود والنصارى وبين تناقضهم في الهمزية، والمتتبع لقصائد سيدي الأخضر بن خلوف رضي الله عنه يجده متبعا السبيل نفسه، لأنهما يصدران عن مدرسة واحدة، مدرسة مدح ومحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والفناء فيه. ولأن اليهود والنصارى اتفقا على عداوة وحرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف لهما وكيف للمحب أن يسكت؟ إن سيدي الأخضر بن خلوف رضي الله عنه كما حارب النصارى بالرمح والسيف قارع اليهود بالكلمة والحرف، فله قصيدة استعمل فيها كلمات من العبرية مما يدل على أنه كان مطلعا على كتبهم وعقائدهم، فناقش من خلال ذلك كله مقولاتهم في الاعتقاد، وفند كذبهم وتحريفهم للتوراة. ومما جاء في وصفه لهم وهم يترقبون ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:
دار عساس في ديار بن هاشم، سايح بين الفقار الليل ونهار، هما في ذا وذا قوم وجوه الهم، حتى زاد الرسول وهوات أخباره، سمعوا به اليهود قالوا ذا شي غم، البعض صدقوا والبعض غاروا، كتموا الأسرار ثم صارت مخفية، قوم ابنين الحسود عمايم كحل على رؤوسهم ملوية، لعنة الله على اليهود. أما النصارى فعلاوة على أنه رضي الله عنه جاهدهم وهزمهم في ميدان المعارك والحروب، إلا أنه رد عليهم في بعض من شعره كذلك، حيث تناول أوصافا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو ثابت في الإنجيل، فيقول وهو يصف سيدنا صلى الله عليه وسلم: الفاتح القتم الخاتم بارقليط ضي عينية، القرشي المشفع المعظم أمني لا خوف عليا. وكلمة البارقليط أو الفرقليط أو الباركليتس باللغة اليونانية هي كلمة في إنجيل يوحنا ترجمت إلى المعزي، يأتيكم المعزي، وترجمت كذلك بالمدافع والمحامي. ولكن العالم الأزهري عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء ذكر أنه التقى وسأل المستشرق الإيطالي الخبير باللغة اليونانية القديمة ثم تخصص في اللغات الشرقية كارلو نيلون عن كلمة الباركليتس، فأجابه بأنه المعزي، فأعاد له السؤال وقال له: أنا لا أسأل المتعصب الكاثوليكي، وإنما أسأل الأستاذ المتخصص في اللغة اليونانية القديمة. قال فاحمر وجهه ونكس رأسه وقال: باركليتس تساوي تماما صيغة أفعل من التمحيد من أفعل التفضيل من الحمد، أي أحمد. وهذا ما جاء به القرآن الكريم، ومبشرا برسول من بعدي اسمه أحمد. فلما أقرها سيدي الأخضر مخلوف استنتجنا بأنه كان على علم بهذا الوصف في الإنجيل. فذكر سيدي الأخضر مخلوف رضي الله عنه هذا الوصف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دال على سعة اطلاعه على سيرته وشمائله صلى الله عليه وسلم حتى في الكتب المتقدمة. وإذا تقرر ما سبق ذكره من رد الإمام البصيري رضي الله عنه وسيدي الأخضر بن خلوف على اليهود والنصارى، فإن زوايانا ربت طلبتها ومريديها على هذه العقيدة، فإنشاد قصائد هؤلاء السادات في مناسبة المولد وغيرها ما هو إلا ترسيخ لهذه العقيدة والتذكير بها. ونذكر في هذا المقام قصة رواها سيدي الحاج بن كنبوش رحمه الله تعالى، وقعت في الثلاثينيات من القرن الماضي، عن فقير من فقراء سيدي محمد الهبري قدس الله سره، وكان اسمه محمد، وكانت مهنته كنس الطريق، وكان بجنبه رجل وهو يكنس في الطريق، رجل هو وامرأته من الكفار من اليهود أو النصارى. فقال له، مر عليه فقير أخوه في الطريق وناداه سيدي محمد فلم يجبه. فلما التقيا مساء قال له الذي ناداه: ناديتك فلم تجبني؟ قال: سمعتك ولكني لم أجبك لئلا يرى أولئك الكفار محمدا وهو يكنس الطريق. فانظر كيف كانت عقيدتهم صافية ونسبتهم عالية بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما ذاك إلا لأنهم تربوا في حياض قصائد سيدي محمد البصيري وسيدي الأخضر بن خلوف وأمثالهما رضي الله عن الجميل. توفي سيدي الأخضر بن خلوف في أوائل القرن العاشر الهجري عن عمر يناهز 125 سنة، ورجح المؤرخون بأنه توفي في حدود سنة 1024 للهجرة الموافقة ل 1585 للميلاد، ودفن رحمه الله تعالى قرب خيمته، محددا مكان دفنه في وصيته لأولاده، فقال: حفظوا وصايتي وديروها تاجر غص، يوصيكم الخلوف بعلم التبيين، أتهلوا في خيمتي والشهد لي يا جلوس، كما في اليقظة شاهدنا جبريل، النخلة مثبتة تلقح من بعد اليبوس، حداها يكون قبري يا مسلمين،
ولا زالت هذه النخلة علامة على صدق هذا الكلام الذي قاله قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى. وفي أبيات أخرى يوصي من يأتي بعده بأن يذكروه بخير، لا لشيء إلا لأنه كان مداحا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناشرا لمحبته وسيرته وشمائله في الناس. فقال مؤكدا بأن هذا العمل هو أرجى عمل عنده عند الله تبارك وتعالى. استوصوا بيدخلكم يا جماعة، عند خروج الروح تحضروا يا أخواني، اجتمعوا عندي وعظموا الحق ساعة، وادعوا بالرحمة وصبروا ممكاني، وشهدوا لي شهادة الخير النافعة، وقولوا كان هنا بن خلوف الفلاني قايم بالسنة مقتدي بالكتاب، قولوا يا الإسلام كل ما كان فينا حاشا الله يعذب بنوع العذاب، نتفكروه من كان يمدح نبينا. وهذا ما نشهد به له رضي الله عنه، بأنه مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فانيا فيه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يجازيه عنا خير الجزاء، وأن يلحقنا به مسلمين موقنين محسنين ثابتين على العهد غير مغيرين ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي شيخنا سيدي محمد عبد اللطيف بالقائد، اللهم شفيه من عندك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم سيدي محمد بالقائد، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين، واحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.